تحياتي. في حلقتنا النهاردة هكلمكم عن النهاية المأساوية لملكة حكمت مدينة تدمر السورية وتدعى الملكة زنوبيا. وهذه الملكة قادت مع زوجها أزينا عصيانا على الإمبراطورية الرومانية تمكن من خلالها السيطرة على معظم سوريا. ولدت الملكة زنوبيا 240 ميلادية وتوفيت سنة 275 ميلادية عن عمر يناهز 35 عام تقريبا. هذه المرأة اشتهرت بجمالها الفائق وقوة شخصيتها وذكائها الحاد وشجاعتها وإقدامها. وبعد اغتيال زوجها أزينا 267 ميلادية على يد ابن أخته ميونيوس الخائن طبعا، الذي كان يكن الولاء لروما، وطبعا ده كان طمعا في أن روما ممكن تديه أو تسلمه الحكم في تدمر بدلا من الملك أزينا اللي هو كان زوج الملكة زنوبيا. المهم تسلمت بعد ذلك الملكة زنوبيا الحكم الانتقالي لأنها كانت صاحبة الحضانة والوصية على ابنها وهب اللات الذي كان طفلا صغيرا في تلك الفترة، وقامت بفرض هيبتها لتحكم تدمر لوحدها أو بمفردها. وأسرت الخائن ميونيوس وقامت بإعدامه لأن هو طبعا اللي قتل زوجها الملك أزينا. وكان لدى الملكة زنوبيا جيش يبلغ 70,000 مقاتل، فعزمت على فتح مصر لأن كان لديها طموحات لحد لها من الناحية التوسعية. عندما تولت الملكة زنوبيا الملك كان عمرها حوالي 17 عام فقط، وتولت الملك طبعا باسم ابنها وهب اللات الذي كان طفلا صغيرا في تلك الفترة. وأصبحت زنوبيا ملكة الملكات وتولت عرش المملكة، وازدهرت تدمر في عهدها وامتد نفوذها على جزء كبير من الشرق، وتوسعت مملكتها حتى شملت باقي مناطق سوريا، وامتدت من شواطئ البوسفور حتى النيل في مصر. البوسفور لمن يعرف من هو شواطئ البوسفور ده، يعني هذا مضيق يوجد في تركيا ويربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة. المهم امتدت مملكتها من شواطئ البوسفور وحتى النيل في مصر، وأطلقت عليها الإمبراطورية الشرقية أو مملكة تدمر، وأصبحت أهم الممالك وأقواها في الشرق على الإطلاق، مما دعا الإمبراطور الروماني أوروليانوس للتفاوض مع الملكة زنوبيا لتأمين حدود إمبراطوريته ولوقف زحف جيوشها مقابل الاعتراف بألقاب ابنها وامتيازاته الملكية. فقامت الملكة زنوبيا بصك عملة خاصة بمدينة تدمر، وسقت هذه العملة بمدينة انطاكيا في تركيا، وطبعت عليها صورة ابنها وهب اللات، وعلى الوجه الآخر صورة الإمبراطور الروماني أوروليانوس. وخاضت ملكة تدمر العديد من المعارك في تلك الفترة من حكمها، ومن هذه الحروب غزو مصر سنة 270 ميلادية، حيث كان الرومان يحكمونها في تلك الفترة. وكانت القوات الرومانية تحارب في شمال مصر، والمقاومة لم تكن كبيرة بسبب وفاة الإمبراطور الروماني كلوديوس الثاني بسبب وباء الجدري. وفي عام 270 ميلادية استطاعت قوات الملكة زنوبيا غزو مصر وهزيمة القوات الرومانية المستقرة بها، حيث قامت قوات الملكة زنوبيا بهزيمة قوات الوالي تيناجينو بروبوس الذي أثر الانتحار على العار. طبعا كان يعني أكيد شعر بالعار عندما وجد أن امرأة عربية هزمته في معركة مفروض الرومان يعني في تلك الحقبة من أقوى الإمبراطوريات. لذلك الوالي الروماني لم يرضى على نفسه هذه الهزيمة فقام بالانتحار. ونودي بعدها بالأمير وهب اللات اللي هو ابن الملكة زنوبيا الذي كان يعني ما زال صبيا أو طفلا إن هو اللي يصبح الإمبراطور. فقامت برسم صورته على عملة مدينة الإسكندرية عاصمة مصر في ذلك الوقت
جنبا إلى جنب مع صورة الإمبراطور الروماني كلوديوس جوسكيكوس مع بقاء الإدارة الرومانية. ممكن نقول إنه كان يعني تاريخ ممتزج بين العربي والروماني ده، وده يعني بحسب كتاب من عجائب تاريخ مصر اللي كاتبه محمد عرموش. يفسر البعض غزو الملكة زينوبيا لمصر برغبتها في تأمين طريق تجاري بديل إلى الفرات، والذي تم قطعه بالطبع بسبب الحرب مع الإمبراطورية السيسانية. والبعض الآخر يقول إن لا، الغزو تم بسبب إن كان لها طموح شخصي وسياسي، فإن الدافع لإقامة هيمنة تدمر على الشرق لعب بالتأكيد دورا هاما في قرارها بغزو مصر. هي كانت عايزة تصبح إمبراطورية عظيمة كبرى مثل الإمبراطورية الرومانية. وعندما تولى الإمبراطور الروماني أوريليانوس عرش الإمبراطورية، اعترف مؤقتا بوهب اللات اللي هو ابن الملكة زينوبيا بأنه يكون شريكا له في حكم البلاد، وخاصة في حكم ولايات الشرق. وظهرت عملة مدينة الإسكندرية تحمل صورة الإمبراطور أوريليانوس على وجه، وصورة وهب اللات على الوجه الآخر. وبعد ذلك بفترة سكت عملة في الإسكندرية سنة 271 تحمل صورة وهب اللات على الوجه الأول، وتلقبه باسم الإمبراطور المؤله، وهو اللقب التقليدي لأباطرة الرومان، بينما ظهرت صورة أمه على الوجه الآخر. طبعا ده أغار صدر الإمبراطور أوريليانوس إن يعني نزعوا صورته، وبدل ما كان بيبقى صورة عليها وجه ابنها والوجه الآخر للإمبراطور الروماني، هي حذفت صورة الإمبراطور الروماني وجعلت وجهها على الناحية الأخرى من العملة. وفي ربيع سنة 271 ميلادية تأزمت العلاقات بين وهب اللات وأمه الملكة زينوبيا مع الإمبراطور الروماني أوريليانوس، فأعلن وهب اللات نفسه إمبراطورا ليس على الشرق فقط بل على الإمبراطورية الرومانية كلها. وطبعا دي كانت غلطة كبيرة من برضه هو كان طفل صبي يعني، وكان المفروض ان والدته الملكة زينوبيا يعني تحذره من فعل مثل هذه. فطبعا ردا على ذلك قام الامبراطور الروماني بارسال قواته للقضاء على وهب اللات وامه الملكة زينوبيا، وفعلا استطاع القائد الروماني ان يستولي على الاسكندرية، ولكنه لم يتمكن من الاستيلاء على باقي الاماكن اللي كانت تحت سيطرة الملكة زينوبيا وابنها. وبعد العديد من المعارك، كانت معارك شرسة جدا، للأسف الشديد سقطت الملكة العربية زينوبيا ووقعت أسيرة، وسار بها الإمبراطور الروماني في شوارع روما مقيدة بسلاسل ذهبية. وبالطبع توقف صك العملات التي تحمل صورة وهب اللات على الوجه وصورة أمه زينوبيا على الوجه الآخر، وحلت محلها بالطبع العملة التي تحمل صورة الإمبراطور الروماني أوريليانوس لوحده. وبالطبع يعني دي كانت نهاية مأساوية للملكة زينوبيا إنها تنتهي في الأسر. يقول البعض ان الملكة زينوبيا انتحرت بتجرع يعني السم بعد ان وقعت في الاسر، ولكن هذا الكلام غير موثق تاريخيا. لكن في كل الاحوال التاريخ يؤكد على وفاة الملكة زينوبيا في روما في ظروف غامضة عن عمر يناهز 35 عام. وطبعا يعني الموت في هذا السن الصغير اللي هو 35 عام يؤكد بعض الشيء ان هي سواء انتحرت او قتلت بطريقة غامضة، لكن لا يوثق التاريخ كيفية القتل او كيف ماتت. وبعدها بالطبع انتهت حضارة مملكة تدمر بقتل رجالها واخذ نسائها كلهن سبايا بلا استثناء،
وثيقة نساء تدمر إلى روما، وانتهى بهن الحال بحملهن من رجال روما وإنجابهن لهم، وهو نفس ما فعله الرومان أيضا بنساء قرطاج قبل ذلك بمئات السنين، عندما دخلوا قرطاج فقتلوا الرجال وسبوا النساء واغتصبوهن. طبعا نهاية حزينة ومأساوية للملكة زنوبيا ومملكتها. يعني لن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أحب أسمع آرائكم في حلقة النهاردة، وأتمنى أن الحلقة تكون نالت إعجابكم، وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة.